المسألة ديال اليوم اللي بغيت نتكلم فيها هي الموضوع ديال هاد الأخبار الثلاثة وهاد الأحداث الثلاثة. وزير الخارجية الإسباني ألفاريز في البرلمان غادي يفضح الحزب الشعبي الإسباني وغيقول لهم نتوما راكم كتزايدوا علينا انتخابيًا، وكتذكروا الإخوان هذه قلتها شحال من مرة، شحال من مرة قلت أنا هاد الشي، هذيك راه مزايدات انتخابية، كيتزايدوا انتخابيًا وممكن يكونوا حتى عملاء كياخذوا من هذيك المزايدة كياخذوا عليها، ربما ألفاريز ما قال لهمش هادي وهي ربما هاد الشي اللي كاين هذا هو السبب، كيضربوا عصفورين بحجر. لا البوديموس ولا الحزب الشعبي ولا كاع كيتزايدوا على سانشيز، وهما أصلًا قال لهم نتوما أصلًا سرًا كتمشيو كتلاقاو مع المغاربة وكتمشيو للمغرب. يعني ملي سانشيز كيقول لهم هاد الشي، أنا قُلتها شحال هذا، هذا طور مزدوج. ها هما دابا كيقولوا هضرة مزايدة انتخابية، كيجيو للمغرب كيتواصلوا لأنهم حزب، واحد النهار غادي يكونوا في الحكومة ولا يكونوا في كذا وفاهمين أن هذاك راه موقف ديال الدولة في إسبانيا، ديال المكونات الصلبة ديال الدولة في إسبانيا، فاهمين هاد الشي. ما غيمكنش يعكسوه، عارفين راسهم إلا وصلوا للحكومة غادي يقولوا يكون عندهم نفس الموقف. كيجيو للمغرب ويتلاقاو مع الجهات الرسمية المغربية ويقول لهم آآ يقولوا لهم أنه حنا مع الموقف ديال إسبانيا، حنا راه مع الحكم الذاتي ومع مغربية الصحراء، وفي نفس الوقت كيتزايدوا انتخابيًا على سانشيز، وفي نفس الوقت ربما هذاك المزايدة الانتخابية قبضوا الثمن ديالها من عند الجزائر، هذه اللي ربما ما غيكونش غير عليهم سانشيز أو ربما. وأنا لا أستبعد أنهم يكونوا كيضربوا عصفورين بحجر، لأنه هذوك الأحزاب ديال إسبانيا راه كنقول لك راهم مرتزقة ولفوا هذا الشيء، يقدروا كيضربوا 3 العصافير بحجر واحد، دايرين مزايدة انتخابية وشادين الفلوس من عند العسكر ديال المرادية، والمغرب تيبعثوا ليه بالرسائل ديال أنه ما يعتبرهمش خصم ولا يعتبروا عندهم معاهم مشكل ولا كيصرفوا مواقف معادية ليه، راه موقفهم هو موقف أن هما الانتخابات هذه والسياسة هذه والتدافع السياسي. بحال تيقولوا المغرب ما ديرهاش من نقلة الصواب، راه إذا سانشيز دابا كشف لهم جوج المعطيات، قال لهم راه كديروا المزايده الانتخابيه وانتم كتمشيو سرا للمغرب تقولوا ليه اننا مع مغربيه الصحراء. هذه لابد ما نردوا لها في البال، وانا هادشي سبق لي قلته انه كيزايدوا انتخابيا لانه شنو المؤشر اللي عندي؟ قلت انا من ملي سانشيز على الموقف، وسانشيز كان متشددا في العداء للمغرب اكثر من الحزب الشعبي الاسباني واكثر من البوديموس، اكثر منهم، هو كان اكثر منهم. واش هو اكتشف؟ يكتشف العداله ديال القضيه ديال المغرب. راه بعد الازمان اللي وقعات وبعد الضغط اللي وقع وبعض الامور اللي وقعات ومجموعه ديال التحولات وقعت في العلاقات المغربيه الاسبانيه، وهادشي سبق لي فصلت فيه مزيان. وظفت كاع حتى ديك ما سميتو فخانه سيديد، هذيك النموذج اللي كان بناه واحد العالم سياسه امريكي معروف سميتو جراهام اليسون، ديال انه اسبانيا تصدمت بالامر الواقع ديال الصعود ديال المغرب، ديال النجاح ديال المغرب. هذا الشيء كيعرفوه الاسبان. اذا هذا الحدث اللي جا، هذه الواقعه اللي جات، شنو علاقتها بوزير الداخليه الفرنسي اللي غادي يمشي للجزائر؟ وشنو علاقتها بالجزائر رجعت العلاقه ديالها مع النيجر؟ غادي ناخذهم وحده وحده. الا خديناهم في السياق الاوروبي، حنا كنتكلموا دابا الان واحد المساله ديال انه يلاه الاتحاد الاوروبي في اللجنه المشتركه المغربيه الاوروبيه داروا موقف داعم للحكم الذاتي الدول الاوروبيه بمجموعها، وقال لهم وزير الخارجيه المغربي ناصر بوريطه ان المغرب انه اوروبا والمغرب خصهم يتحولوا من الجوار للشراكه، واش تعاملوا معنا كجار تعاملوا معنا كشريك. يعني كيلوح اشارات اخرى ديال التطوير ديال النموذج وديال الصيغه ديال الوضع المتقدم وغيره يتطور في مستوى اخر. اذا اوروبا الان كتكلموا على انه فرنسا صافي انهت تماما شي حاجه سميتها تفكر انها تعاود تناكف المغرب ولا تواجه مع المغرب ولا تشاكس المغرب، حطات السلاح شحال هذا صافي سالات. اسبانيا اخر ما كان في اسبانيا كان التشويش ديال بعض الاحزاب بحال الحزب الشعبي، ها هو تسالى، ها هو فضحهم الفاريز. يعني هما كيتنافسوا انتخابيا، هو ريب لهم المنافسه الانتخابيه لانه تا هو باغيين تا هما يعاودوا يرجعوا، باغيين الحكومه كتدافع على راسها. فاذا
كنتكلموا الآن على واحد الوضع في أوروبا، واحد الحالة في أوروبا مفصلية اللي فيها أوروبا. هذا الموضوع ما بقاش قابل للنقاش. شوف، الأوروبيين كاملين على مستوى الدول في الاتحاد الأوروبي عطاو موقف ديال أنهم أوروبا بمجموعها مع هذا الموقف الجديد ديال الدعم ديال مبادرة الحكم الذاتي وديال الاعتراف المغربي التصحرا. وما تبقى من بقايا كانوا كيروجوا لمواقف معادية للمغرب، ها هو كيخرج آآ ال الباريس وتيفضحهم، تيقول لهم راه ما كاين والو، راكم نتوما راكم يعني. إذا قِس على ذلك اللي تسمعوا في فرنسا باقي تيقول بحال الهضره عرفها مناكفه انتخابيه، قِس على ذلك، يعني الأوروبيين كلهم بحال بحال. فين ما تسمع شي واحد دابا في أوروبا تيقول بحال الهضره عرفها مزايده انتخابيه، وليس مستبعدا أنه سرًا يكون كيوصلوا رسائل للمغرب عبر القنوات الدبلوماسية بأنه راه ماشي موقفنا هذا، راه حنا غير الانتخابات هذه. وربما يكونوا داوين قايلين منتقدين الحكم الذاتي، منتقدينه، منتقدين المغربية الصحراء، منتقدينها. اللهم يتخلصوا وياخذوا الفلوس من الجزائر، حيت العسكرة المرادية مستعدين يصرفوا في هذا الشيء، ما عندهمش مشكل. خاص اللي يقول لهم الهضره ماشي بالضروره، واخا يكونوا الجزائريين براسهم عارفين ان الحزب الشعبي راه ماشي موقفه هذاك، خاصو غيقول. اش غيقول؟ المهم اش غيقول، المهم الراي ديالو شنو هو، يخلصوه على ديك الهضره غيقول، يخلصوه عليها. اش خاسرين هما؟ مال حرام مسروق اصلا ديال الشعب كيسرقوا فيه وكيبعثروه على العداء المغرب، على عقيده العداء المغرب، اش خاسرين؟ اذا هي الامور مرتبطه بهذه الطريقه، مشبكه بهذا الشكل. ومدريد اللي غادي يكون فيها الاجتماع اللي غادي يجيو فيه العسكر ديال المراديه بزز منهم يناقشوا المبادره ديال الحكم الذاتي. في هذاك الاجتماع كنتكلموا على في مدريد على اسبانيا، من وراه يخرج الباريس يقول هذه الهضره للحزب الشعبي، ومن وراهم كيعلن وزير الداخليه الفرنسي الجديد اللي جا من ورا بارو، هذا الوزير الجديد للداخليه الفرنسي، وتيقول لهم انه راه غادي يجي للجزائر في زياره رسميه. تخيل دابا شحال هذا ما بقاش جا وزير الداخليه. وزير الداخليه راه ملي كتكلم على وزير الداخليه راه ماشي سميتو لوران نونيز، وزير الداخليه الجديد الفرنسي. وزير الداخليه غيجي للمقاطعه الفرنسيه. وزير الداخليه، تخيل دابا انا كنهضر اش كانوا كيقولوا، ما كان كيقول لك راه داك وزير الداخليه السابق هو المشكل. تخيل دابا انت كان عندهم مشكل مع اليسار الفرنسي، مع اليمين الفرنسي، دايرين راسهم هما يسار فرنسي، يعني الجزائر كلها هي يسار في فرنسا، حزب يساري في فرنسا، يعني ماشي دوله، حزب يساري في فرنسا. وعندهم مشكل مع وزير الداخليه. ها وزير الداخليه مشى، جا وزير داخليه اخر، صافي ما بقاش مشكل. شوف كيفاش كيضحكوا على هاد المبرد عيني تيبقاو يبردعوهم، هاد البياضق ديالهم وهاد البق ديالهم والدواب ديالهم، شوف الطريقه باش كيضحكوا عليه. صافي مابقاش مشكل. وشنو؟ الجزائر لن تركع. دابا داك الجزائر لن تركع، المهم الجمله المهم يقولوها، وهي واخا تركع ماشي مشكل، واخا تركع في كل شيء. راه نعاود نفكركم باش تعرفوا الجزائر واش كتركع ولا ما كتركعش لفرنسا. اشنا هو السبب اللي خلاكم تخاصموا مع فرنسا؟ اشنا هو السبب اللي خلاكم ديروا هذا الشيء كله مع فرنسا؟ هذا الشيء علاش؟ دابا علاش كتضيعوا كتلفوا المواضيع؟ فرنسا قلتوا ليها سلمي لينا عبد السلام بوشوارب، ما بغاتش تسلموا لكم، وقالت لكم ما عندكم لا قضاء لا حكم لا قوانين لا حقوق انسان، ما يمكنش نسلموا لكم. هذا مساله سياديه، انا مواطن ديالك تهموا بالفساد، حاكم عليه ب 100 عام، وما بغاش تعطيك فرنسا، وانت باغي تشدو باغي تجيبو عندك باش دير فيهم بغيتي، لانه عارف الاسرار اللي عنده، انه هو اللي صوب تبون، هو اللي صوب هو اللي صوب البياضق اللي كاينين دابا الان في المراديه، هو اللي صوبهم. قالت لك فرنسا ما نعطيش لك، وما قديتي دير حتى حاجه، ما صعدتي ما قطعتي علاقات. قبل 2020 و2021 تيقول لك اش يقول لك ماكرون قال لهم انتم ما دوله ما والو، الاستعمار هو اللي صوبكم، وحنا صوبناكم وخاصكم تشكرونا، صوبناكم من عدم. فرنسا صوبت الجزائر من عدم، من لا شيء، من مجرد مدينه او ميناء ردتك اقليم قد شنو. ما خاصك تشكر الاستعمار، ماشي تعتذر، ماشي الاستعمار يعتذر لك. قالها لهم ماكرون، مقطوع علاقات ما داروا حتى حاجه، بقات الامور عاديه بخير. رجعوا مشاو عندهم وكذا، ومشى شنقريحه وداروا ليه خرقوا ليه ديك البرمه ديال النحاس على راسو، وجاي تيضحك. كاع دار فيهم فرنسا ما بغات.
التجارب النووية، المواضيع ما والو ما كاينش. نهار فرنسا اعترفت بمغربية الصحراء أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، وضغطوا وما خلاو ما داروا، ومع ذلك كيضغطوا في الهواية في الإعلام وفي الخوى الخاوي. أما هو راه السفير المقيم، يعني المندوب السامي الفرنسي اللي كاين في الجزائر راه مازال موجود، ما حتى حد ما قرب ليه. يعني وزير مقيم، وزارة مقيمة، ماشي مجرد سفارة. بقاو واش كيديروا كيجبدوا في الموضوع باش يولي المشكل ديال الخلاف ديالهم مع فرنسا ماشي هو الاعتراف ديالها بمغربية الصحراء، باش يتلفوا بصبع المبردع وينسيوه في الموضوع أصلًا. ولا المشكل مع فرنسا هو الاعتذار على الاستعمار، المشكل مع فرنسا هو الهجرة، هو المهاجرين، هو اتفاقية الهجرة، ولا المشكل مع فرنسا هو وزير الداخلية، المشكل مع فرنسا هو اليمين الفرنسي. وتلفوا على الموضوع الرئيسي. مشكلتكم، أنا كنعاود نفكركم، المشكل ديالكم مع فرنسا هو اعترافها بمغربية الصحراء، حيت عمركم ما صعدتوا معاها ولا قطعتوا معها علاقات في حتى شي موضوع آخر. فرنسا دارت فيكم تجارب نووية، دارت فيكم ما بغات، كتلعب بالرؤساء، تلعب بهذا، كتدير فيكم ما بغات، حتى واحد انت قد يدوي. جيتوا في واحد اللحظة معينة، فرنسا اعترفت بمغربية الصحراء صاغرة مهزومة، لأن كانت معكم كتدعم المخططات ديالكم. تقاد عليها الجهد، تقاد عليها البارود، ما بقات قادة دير والو، تسالات. انتم تدركون، عرفتوا انها ضعفت وانها تراجعت، بديتوا كتلعبوا هذه اللعبه ديال الفقعه. وسريعا بدلتوا الفقعه، تفقعتوا لسبب، شويه خليتوا الفقعه وبدلتوا لها السبب، جبتوا لها سبب اخر. السبب الجديد شنو هو؟ السبب الجديد هو انه حكا مشكله الهجره، حكا راه وزير الداخليه. وانا هذا الشيء قلته شحال هذا، ملي قلت هذا الهضره هذه تقريبا على الاقل دابا واحد عامين، كنقول راه غادي يبقاو يقلبوا باش يلصقوها في وزير الداخليه، باش ملي تبدل وزير الداخليه يقول لك صافي، ملي تبدل وزير الداخليه نرجعوا العلاقات. وهو وزير الداخليه الجديد جاي، وزير الداخليه الجديد غيمشي عندهم في سياق اوروبي. اوروبا كامله دابا كتتكلم بلغه واحده، الاتحاد الاوروبي، فرنسا، اسبانيا، كلشي تيتكلم لغه واحده، المانيا كلشي تيتكلم لغه واحده الان. الحكم الذاتي، مغربيه الصحراء، امور غير قابله للنقاش. وهانتوما هما غيرجعوا دابا العلاقات مع فرنسا، غيبقاو بشويه بشويه تيرجعوها كيف ما كانت. فرنسا ما غتنازل لهم على حتى حاجه، وتيقول لك الجزائر لن تركع. لن تركع هي خاصك فرنسا تغير موقفها. عطاتكم فرنسا غيرت شي موقف؟ هي لن تركع الجزائر. لن تركع هي ملي الجزائر الا ضغطوا على فرنسا ووصلتوها قالت لك اسيدي انا هذا الموضوع ديال الاعتراف بمغربيه الصحراء خسرني العلاقه مع الجزائر، وانا الجزائر اهم ليا من المغرب. خلي اللهم اقطع علاقتي بالمغرب ولا نقطع علاقتي بالجزائر. لو فرنسا قالت هذا الشيء نقول الجزائر لم تركع. ما غادي ما تلفنيش، ما غاديش تدوخني انا في هادشي، دوخ انا ما تلفنيش، تنعقل على هذه التفاصيل وما غاديش توضرني. سيروا نعسوا هذاك المعزي اللي كتنعسوه ولا كتسلخوه ولا شنو كديروا ليه، سيروا ديروا المسائل ديالكم. اما تجي تضحك عليا تقول لي لا راه هكا لا ما كاينش. وشوف شكون كيروج لهم، هذاك التلفزيون والموقع ديال عزمي بشاره، هذاك الشيء ديال التلفزيون العربي وهذاك الموقع وهذاك التخربيق. يعني باش تجي تقول راه نتركع، لا لا، ركعتي ومشي في تركع من بعد تحطيه وركعتي وكلشي درتي، كاع هاد الاوصاف كلها تنطبق عليك تبون وشنقريح. هو اللي كنتي كتعول عليهم يطبلوا المقترحات ديالك والاراء ديالك ويتهجموا على المغرب وعلى الحكم الذاتي، ها هو كيتفضحوا. ها هو الباريس فضح هذوك. فرنسا طرطي تعيتي تبدل وزير الداخليه ويجي عندك وزير الداخليه قال لهم الزياره غتكون بين 16 و 17 فبراير، يعني كنتكلموا عمليا احنا اليوم في 15، كنتكلموا على يعني عمليا غدا. أه يعني ما كاينش شي حاجه اللي بالمقابل اش كيديروا هما؟ كيحاولوا يصفروا العداد ديال المشاكل ديالهم في الساحل. يعني بحال صافي راه نشوفوا نقادوا الامور مع الساحل باش لا كان شي بريك والاخر نلقاو ما نديرو. يقلبوا دابا على ياش، على وعسى، لانه حتى الموضوع ديال انهم يغيروا الوضعيه دابا في الساحل ويريبوا الساحل ولا داكشي اللي كانوا بغاو يديروا باماكو ولا هذا، ما بقاش دابا عنده مبرر، ما بقاش ليه داعي.
لأنه مادام الأمور ديال الحكم الذاتي الآن والمفاوضات مشات في الاتجاه ديالها، وجاو داروا مدريد، دابا كيقلبوا يفخخوا الحكم الذاتي من الداخل. داكشي أنا كنركز على الأمور اللي خصك تركز عليها. شفتي الإخوان تيبقاو تيقول لك لا، راه خصني نركز على الأمور اللي خصك تركز عليها. ماشي هو غادي يجرني يضلني في الموضوع ديال الساحل ولا بقى هذا ونبقى نتابع هذاك وننسى شنو جالس كيدير دابا. هو خدام داير لهم فرقه ديال الكره وكيقلب يدخلها في الموضوع ديال التفاوض. علاش كيديرها؟ كيتفاوض معاك على الحكم الذاتي وناض داير لهم هذا ولعب معاهم مباراه استعراضيه وتيسوق لهم. علاش؟ ما الفائده من هادشي؟ الا ما كان كيفكر يدير شي حاجه بحال داكشي جبل طارق. ما كاينش شي تفسير اخر. على الاقل كانوا كيفكروا فيها وكيبلانيو ليها حنا نقولوها. لانه دابا شنو ولاو تيديروا دابا؟ الخطه البديله عندهم هي يقادوا علاقتهم بالساحل. لانهم ملي كيتصالحوا مع النيجر ويصيفطوا السفير ويعاودوا يستقبلوا السفير ديال النيجر وغيره، هذا كيعني انهم بغاو يخفضوا المنسوب ديال التوتر. علاش؟ لانه شنو السبب اللي خلاهم عام هذه تقريبا باش قطعوا العلاقات مع النيجر؟ كانوا اسباب خاصين ديال النيجر، ديال المهاجرين ديال النيجر، الطريقه باش كيتعداو عليهم في الحدود. ولكن السبب اللي افاض الكاس هو ان النيجر ضامنت مع مالي في القضيه ديال الطائره ببساطه شديده. اذا هما دابا اش كيديروا؟ كيقلبوا يمشيو يتصالحوا مع النيجر. كانوا كيراهنوا على انهم يخدموا النيجر يسطحوها مع ليبيا. دابا ملي مات سيف الاسلام هذاك الموضوع فشل، مشى، مابقاش يقدروا يراهنوا ولا شي حاجه اخرى. دابا وجههم في وجه حفتر. مساله ليبيا تعقدت اكثر، ما بقاوش عندهم كيديروا يتحكموا فيها ولا يدخلوا فيها. ما عندهمش على من يراهنوا تما كاع اصلا. وما عندهمش بيئه حاضنه، وما عندهمش في جميع الاحوال هما قابضين العين مع ليبيا في اكثر من مره. لكن الا رجعوا العلاقه مع النيجر، ممكن الا رجعوا العلاقه مع النيجر ترجع لهم العلاقه مع مالي. مادام النيجر ضامنات مع مالي وقطعت معهم العلاقه، الا ان النيجر قادره تعاود تصالحهم مع مالي بعد ما تصالحوا معاه هما، ويقول لهم راه سوء فهم هذا ومشكل وقع، واجيو عاودوا رجعوا لاتفاق المصالحه ديال الجزائر ورجعوا لهنا ورجعوا لهنا. لانه ما بقاش دابا الرهان، دابا ما بقاش عندهم رهان على انهم يشعلوا الساحل. هذا كان عندهم هذاك الرهان في الايامات ملي يلاه تخرج القرار ديال مجلس الامن. لو تمكنوا منه، لو داروه، لو شعلوا العافيه في الساحل وطيحوا باماكو في هذه القاعده وداروا مشكل امني كبير تما في منطقه الساحل، كان على الاقل غادي يقدر يتكلموا مع الامريكيين بلغه اخرى. دابا ما بقاش مبرر، ما بقاش داعي. دابا بدلوا الخطه. دابا هما كيفكروا بطريقه اخرى، كيفكروا في انهم الحكم الذاتي نفسه، المقترح نفسه، يفرغوه من محتواه. بغا يوصلوا المغرب للمرحله ديال انه ها الحكم الذاتي درتيه هو مشكل ما حليتيهش. وهذا الشيء باش يديروه بالثغرات. يصاوبوا شي حكومه منفى في شي بلاصه، يدخلوا لك الموضوع ديال الكره، او على الاقل يدفعوا المغرب للبلوكاج. لانه هو يولي يقول لي هو كيبغوا يدفعوا المغرب للمرحله ديال يولي هو ما مسلكوش الحكم الذاتي. وهاد القضيه يكون فكروا فيها في 2007 ولا فكروا فيها في 2010 كانوا غيكونوا داروها. دابا هما جات دابا حطوا امام امر الواقع، تضغط عليهم. دابا غيقلبوا على الطريقه اللي يخليو المغرب يولي ما مسلكوش هذا الحكم الذاتي. وراه ما غيعياوش. غيقلبوا على الطريقه باش المغرب يوصل للمرحله ديال المغرب يولي هو يقلب يتنصل من الحكم الذاتي باش يقولوا ها هو كان كيقول الحكم الذاتي وما بقاش بغاه. وهذا الشيء راه داروه في الاستفتاء على يعني الدوله المغربيه عندها الارشيف وعندها كل شيء وراه كيعرفوا هذه الامور في التفاوض. الخارجيه المغربيه والمؤسسات ديال الدوله المغربيه راه كيعرفوا هذا الشيء. راه الحكم الاستفتاء، شكون كيفاش داروا الاستفتاء؟ الاستفتاء راه بنفس الطريقه. كان مقترح طرحوا المغرب في 81، كانوا هما رافضينه، قبلوه في 88، داروا مخطط ديال التسويه المشترك، جا القرار ديال مجلس الامن، بدات العمليه ديال التحديد ديال الهويه، ديال نتفقوا نختاروا شكون اللي غيشارك في التصويت. اختلفنا على شكون غيشارك. اتفقنا على معايير باش نختاروا شكون غيشارك، ثم من بعد اختلفنا على التطبيق ديال المعايير. هما بغاو معايير طبقوها على اللي مسلكهم هما. وقع بلوكاج صافي. اي بلوكاج في الدنيا تيوقع هكا. دابا هما غيقلبوا على الطريقه بحال كيف ما كيديروا في الحرب. بغاو حرب اللي المغرب هو اللي يطلق القرطاسه الاول باش هو الاول يتحسب عليه انه هو اللي اعتدى. دابا بغاو يقلبوا على انهم يجيو للحكم الذاتي، يفخخوه بطريقه معينه اللي بان المغرب واو دابا كنتي بغيتي الحكم الذاتي، انت ما بقيتيش بغيتي الحكم الذاتي، انت باش يبقاو دابا الان. دابا شوف كيف ما كانوا تيقولوا على السيف، انا راه شحال قلت هذه القضيه. راه في يوم من الايام غيولوا يطالبوا بالحكم الذاتي.
راه كانوا دابا راه لحد الساعة باقيين تيهضروا هذا والاستفتاء، دابا راه ما يبقاوش يدويو على الاستفتاء، واحد الوقيته غيولي الحكم الذاتي لأنهم كيقلبوا على عنوان ديال البلوكاج، كيقلبوا على عنوان البلوكاج، ويبلوكيو هما الحل ويتحسب على المغرب أنه هو بلوكاه، هو هذا الشيء اللي بغاو، بغاو يبلوكيو الحل ويتحسب على المغرب أنه هو اللي ما بغاش، هو اللي ماشي جاد فيه وما بغاهش. وهما المقترحات ديالهم أنا لا أستبعد، أنا ما عنديش معلومات ولا عندي معطيات ولا عندي هذا، لأنه كنتكلم غير بناء على ما هو منشور وما هو متاح، ولكن لا أستبعد أنه في مقترحاتهم غيقترحوا أشياء تخلي الحكم الذاتي يبقى بينه وبين تأسيس دولة جديدة غير شي نقيشة، شي شعرة، هاد الشي اللي بغاو.